واصل سيو قراءة وجهي كما لو كان يعوض عن أخطائه في الماضي، واداني كل ما أحتاجه دون أن أقول كلمة واحدة. كان سلاما عابرا. كانت المشكلة إن أنستازيا كانت في حالة صحية سيئة، كانت تعاني من نوبات من وقت الآخر، وكان في أيام كتيرة مش بتقدر تروح تزور الدفيقة. وفجأة وهي ماشية مع سيو بيغمى عليها، وبيتصدم سيو وبيقول أنستازيا، وانهارت في الدفيقة. ومرت أيام وهي لسه على السرير، وقالت لسيو أنا عايزة بعض التين. وساعتها قال لها سيو سامحيني، أنا مقدرش أديكي فاكهة اللي انت عايزاها. وبتاخد بالها أنستازيا وبتقول في بالها عنده تجاعيد حول عينه. وساعتها قالت له قولي، أول ما جيت هنا وكنت بعاني ساعتها حتى الموت، كنت انت صح اللي كنت مهتم بصحتي. اعتقدت ان سيرجي كان ماسك ايدي وقاعد جنبي على السرير، لكنك كنت انت صح، كنت ماسك ايدي. وكل ليلة انا كنت دايما بحس بالفضول وعايز اعرف مين دعمني في الوقت ده. وبعد اخيرا ما وجدت الاجابة على سؤالي، لسبب ما افتكرت المرأة اللي ماتت من تعلم الحب الحقيقي في فرصة جيدة اني اموت السنة دي. وساعتها سيو مسح دموعها وقال لها انت ليه بتقولي اشياء هكذا؟ فقالت له انت عارف ده برضو صح، إنها معجزة إني لسه عايشة لحد دلوقتي. كان لدي الكثير من الوقت للتفكير في أفكاري وأنا قاعدة على السرير، عشان كده فكر في كيفية التفكير فيك. وساعتها قال لها أنستازيا، وقال في باله بتتكلم وكأنها تترك وصية. ومع مرور الوقت لم أعد أكرهك بعد الآن، في الواقع في بعض الأحيان كنت أجدك ثمينا. فقالت له أنستازيا لذا في بعض الوقت سألت نفسي عما علي إني أسمح لهذا الشعور بالتأثير علي. شكلي فقدت عقلي صح. أنا حاولت إني أقنع نفسي بإني بحبك، ولكن مش قادرة. انت عارف من أكتر من أي شخص تاني إني فخورة جدا بنفسي. لا اهدموا الدفيقة حتى بعد وفاتي، لأن هذا كان مكاني المفضل الوحيد هنا. ولا تحرقوني، مش عايزة أتحول لرماد، لذا ادفنوني في قبري. لازم تعيش بعد وفاتي المعاناة من الشعور بالذنب والحب الذي لديك اتجاهي. ولقد أردت دائما إني أقول لك ده، ولكن إذا كنا سنتقمص يوما ما فلن نلتقي ببعضنا البعض في حياتنا القادمة. أنستازيا بتقوله هل كانت مساعدتي قاسية وغير معقولة للدرجة دي؟ سيو بالصوت اللطيف اللي سمعته منها لا، ان تحدي كلماتك لم يعد خيارا بالنسبة لي لفترة من الوقت الآن. أنستازيا بتقول لسيو انا متعبة، لقد جلست لفترة طويلة ومحتاجة اني انام. مش منعة اذا كان التين مجفف، لسه محتاجة ونفسي اني اكل التين، وعايز اشرب بعض النبيذ قبل ما اروح على السرير. وساعتها قال لها سيو حاضر، هبعتلك خادمة حالا. وساعتها ردت أنستازيا وقالت له لا، احضرهم انت بنفسك ليا. سيو يبكي فقال لها حاضر هعمل كده وبسرعة. أنستازيا تفكر وبنروح لسيو وبيقول للخدم شوفوا لو كان عندنا التين متبقي في المخزن ويكون مجفف وكويس وهاخدهم بنفسي، أنا جهزيهم بس. فقالت له حاضر يا سيدي. سيو يفكر دعونا نحصل على بعض النبيذ من الطابقة السفلى. لازم اشوف وادور على النبيذ الاحمر اللي انستازيا بتحب تشربه. وساعتها دخل بالصينية عليها تين والنبيذ، وراح لأنستازيا وقال أنستازيا آسف أنا اتأخرت. أنستازيا رد عليا أنستازيا. وساعتها الصينية وقعت من سيو. أنستازيا رد عليا أرجوكي، هل أنت نائمة؟ لا يا أنستازيا مش ممكن، قومي. الفتاة الجليدية ذابت مثلما يذوب الربيع سلوج الشتاء. سيو يبكي بحرقة ومش مصدق سوف تعيش واستمر في المعاناة طالما ان قلبك ينبض. سيو يفتكر كلمات أنستازيا. سيو جاب الدكتور بسرعة، ولكن للأسف
ملحقش، أنستازيا ماتت. بصرف النظر عن تلك الكلمات لم نقل شيئا عن التمسك بذكرياتي عنها، وكأنها تطلب مني اني انسى وجودها، وكلمتها الاخيرة مش قادر انساها خالص، اللعنة. دعونا لا نلتقي مع بعضنا البعض في حياتنا القادمة. انا لا اتذكر حقا ازاي عشت من ساعة ما افتقدتها. وباء انتشر في جميع الامبراطورية، لقد فقد الامبراطور دعمه من الشعب. الأميرة 11 التي قيل إنها ماتت بدأت تمردا وقطع رأس الإمبراطور وهو لا يزال جالسا على عرشه، وبذلك انتقلت السيادة إلي. ولكن ده ما كانش يهم الدك منذ انسحب، من ساعة ما انسحب من الأمور السياسية خالص وحبس نفسه في منطقته. فضل سيو على قيد الحياة لأن وقته لم يحن بعد. سيو شعره بدأ يبيض وفضل عند قبر أنستازيا لفترات، لكنها كانت بلا معنى، بلا هدف أو غرض. سيو لن تزور وجهك حتى في أحلام، لأنها مش عايزة تشوفني مرة تانية أبدا. فقدت الإمبراطورة والنبلاء الاهتمام في الدك، كما لو انه لم يخرج ابدا من منزله. ربما كان قد رحل منذ فترة طويلة. لو كان هناك شخص يهتم به يجب عليك أن تعيش حتى لو مت. وبهذه الكلمات يفتكر كلمة أنستازيا، وأصبحت هذه الكلمات أصبحت أغلالا. فضل يشعر بالندم بينما كان يتوق إليها، واستمر في العيش لأنه لم يسمح له بإنهاء حياته. لقد اعتقد أنه ربما كان ينبغي أن يموت كما أرادته، لكن في هذه الأيام لم يعد متأكدا من أي شيء. بعد الآن استمرت الساعة في الدوران، وأخيرا جاء وقت سيو. شعر أبيض، سن عاجز. سيو قال للمساعد والخدم ادفنوني في أبعد نقطة من أنستازيا، أو احرقوا جثتي وارموا رمادي، لأنه في ذلك الوقت قالت إننا لا ينبغي أن نتقابل مرة أخرى أبدا. أخيرا لدي فكرة موجزة عن السبب. ابتسمت في المقابل عندما اقترب منها الموت خطوة بخطوة. لو كنت صادقا أريد من أن نواجه بعضنا البعض عند قبورنا، لأنها ستكون أول حاجة أراها. أنا نضجت بما فيه الكفاية، أتبع إرادتها، لذا بعد نقطة هي الأفضل. أخيرا سيو أغمض عينه. كما هو غريب، إنه مشرق للغاية. هل هذا هو الموت؟ وفجأة بيشوف أنستازيا وبيكون مصدوم، وقال لا يجب اني انسى شكلها زي اول مرة شفتها فيها. جسدها الصغير والنحيف وتلك العيون، وكأنها مصممة على انجاز شيء ما. سيو، الزمن لا يمكن ان يعود، ولا يمكنك العودة حيا بعد موتك. إذن هل هذا حلم؟ وسألها سيو أنت خطيبتي؟ وساعتها أنستازيا قالت له أيوة هذا صحيح. أنستازيا تقف أمامي، أعتقد إني بحلم فقط، ولكن الرياح اللي بشعر بيها على بشرتي هي رائحة الزهور المزهرة. جسدي الشاب والصحي، الشعر القرمزي الذي ينفخ في الريح، ووجهها الذي أراه بوضوح، كلهما يقولون لي إن هذا حقيقي. معجزات يحدث فقط عندما نعطي أنفسنا بالكامل. نهاية مؤلمة لنا جميعا بعد المعاناة اللي عاشتها. أنستازيا ما شافتش يوم حلو أبدا من ساعة ما ارتبطت بسيو. لقد أبكتنا جميعا بسبب وبدون سبب. سيو كان نفسه يرجع بالزمن عشان يصلح كل أخطائه ويخلي أنستازيا عايشة بأحلى أيامها. ولكن بعد إيه؟ بعدما اتمرضت باليأس. هذا هو اليأس اللي بنتكلم عنه. أنستازيا راحت لسيرجي وتركت سيو عايش، لأنه ما قدرتش إنها تتخلص عليه بالسم اللي بعتته أم سيرجي بسبب إنها طيبة. ما قدرتش تعمل ده. أنستازيا مشاعرها وقلبها طيب وغلبانة، ولكن في بعض الوقت لازم تقسي قلبها عشان ما تبقاش ضعيفة. أنستازيا شافت معاناة كبيرة. كل الخدم كانوا بيتريقوا عليها ومش سايبينها
في حالها خالص. أنستازيا عانت في بداية حياتها بسبب عمها الشرير اللي ابتزها كتير بسبب انها وحيدة. أنستازيا شافت امها وهي بتموت نفسها. أنستازيا وحيدة من صغرها وكانت عايشة لوحدها، وجت مرات عمها التعبانة واتريقت على ملابسها وكانت قرفانة منها ودايما كانت بتضايقها، لدرجة ان عمها ومرات عمها فكروا بالتخلص منها كذا مرة، وفي المرة الأخيرة فكروا إنهم يجوزوها الأمير سيو ابن الدك عشان مصلحتهم السياسية في البلد، رغم إن سيو ما كانش بيحب عمها ولا عيلة إيفردين وبيكرههم جدا، ولما خطبها غصب عنه. أنستازيا مفكرة وما تعرفش إنها رايحة لنهايتها. أنستازيا مبسوطة جدا وفرحانة إنها أخيرا هتعيش وهتعوض على اللي شافته في حياتها، وما تعرفش إنه أسوأ أيام حياتها. والحكاية بدأت بالخدم وبعدها الضيوف اللي بيجوا عند سيو. أنستازيا عاشت أصعب أيام حياتها، وفجأة جه في حياتها سيرجي اللي حبته وشافته هو ده الدفء والحب المستحيل. شافته كويس وحنين معاها وحبها جدا، وده اللي كان بيرتب على أنستازيا شوية من اللي بيحصل معاها في القصر. سيرجي كان من جنود سيو في القصر. سيو حس وشاف ان أنستازيا مبسوطة بالعلاقة دي، وما كانش عارف هو بيحبها وغيران عليها ولا كان عايز ينكد عليها. بعت سيو لسيرجي ان في حرب ومعركة وان لازم يروح المعركة دي بنفسه. أنستازيا كانت معترضة وخايفة وحست ان دي النهاية، وراحت وقالت لسيو، ولكن سيو ما كانش معبرها. أنستازيا ودعت سيرجي بكل حب وهو كمان، وسيو كان شايف ده من النافذة. سيرجي مات في المعركة وأنستازيا مصدومة وقعدت فترة كبيرة تبكي، وجه الوقت انها تواجه سيو بالكلام القوي وانه حرمها من حبها اللي ضمنته هو سيرجي. ومن هنا بدأت انتقام أنستازيا من سيو. أنستازيا كانت تعاني من موت إيفلين وحست بالذنب إنها ماتت بسببها. في الأول حست إنها عايزة تنتقم من سيو لأنها وعدته إنها تاخد حق سيرجي وهتستنى أقرب فرصة إنه يقع في حب واحدة وساعتها تخلص عليها عشان يحس معاناتها لما سيرجي مات. والحظ كانت مع إيفلين. أنستازيا عانت كتير بعدها. إيفان أكيد فاكرينه، مساعد سيو، الشخص اللي كان بيحرض سيو دايما على أنستازيا في عز ضعفها، وهو السبب في حبسها في عز الشتاء في البيت، وهو اللي قال وحرض سيو على أنستازيا إنها تتسجن في المحكمة، وده سبب رئيسي في يأس أنستازيا لحد الآن. وبالرغم من ان ده كله أنستازيا صبرت وقالت يمكن سيو يصدقني ويبقى كويس، ولكن سيو كان صعب وكان منع عنها الاكل والشرب لأسابيع، وده بسبب إيفان. أنستازيا حاولت انها تنتحر. أنستازيا حاولت انها تهرب، وفي الاخر قدرت انها تهرب وتروح لبيت إلي هي كانت الحسنة الوحيدة في حياتها، وحاولت تغير حياتها ويهربوا لبعيد. بعد ما أنستازيا ترجتها وراحت لها البيت وأبكت، وإلي وافقت وهربوا البلد تانية. حاولت تعيش حياة جميلة وهادية، وفعلا عاشت لأنها كانت تعاني من الأشباح اللي ماتت. ولكن سيو فضل يدور عليها، وإيفان كان بيحاول يخفي كل الآثار عشان سيو ما يلقاش خالص. وجت اللحظة واتقابلوا وخدها على القصر غصب عنها، وساعتها طرد إيفان، ودي كانت نهايته. أنستازيا عانت مع ماريا اللي جت على القصر بغرض المصلحة السياسية، وطمعت في كل حاجة عند سيو، وشافت انه كتير على أنستازيا وانها كانت عايزة هي تبقى خطيبة سيو، وحاولت تتخلص من أنستازيا بالعربية، ولكن أنستازيا نجت بأعجوبة. أنستازيا عانت مع أم سيرجي اللي رجعت عشان تنتقم من سيو وأنستازيا، وشايفة ان هما السبب في كل ده. حاولت انها تضايق أنستازيا ان هي ما كانتش بتحب
سيرجي وطلعت كدابة وحاولت تحرض أنستازيا على قتل سيو وبعتت لها سم مع إلي الخادمة. أنستازيا قربت على نهايتها وإلي حاولت تمنعها، ولكن أنستازيا مصرة إنها تتخلص من سيو ولكن ما قدرتش وحاولت إنها تشرب هي السم. أنستازيا ما شافتش يوم حلو في حياتها من وهي صغيرة، من أول ما شافت أمها تموت قدامها لحد الآن. هل دي نهاية أنستازيا فعلا؟ سيو كان هو كمان من صغره كان بيعاني من القسوة والكره بسبب أبوه، وشاف إن عم أنستازيا الكونت إيفردين هو السبب في موت أمه وأبوه، عشان كده وافق على خطوبة أنستازيا للانتقام وأخذ حق أبوه وأمه. وحاولت أنستازيا تبرر ولكن هو رافض، وحاول يضايق أنستازيا كتير وحرض عليها الخدم والضيوف، ولكن ما كانش من قلبه ده، لأنه في الآخر كان بيحس بشعور غريب اتجاهها، ولكن ظهر ده في الآخر. ولكن بعد إيه؟ بعدما أنستازيا شالت كتير واليأس مرضها، ولكن هو غصب عنه برضه لانه ما كانش عارف ان أنستازيا ملهاش ذنب في اللي حصل. سيو ندم وتحسر وكان نفسه يرجع للماضي عشان يصلح كل ده وحاول كتير، ولكن أنستازيا كانت رافضة كل ده. حاول يجيب لها إلي بعد ما طردها عشان ترتاح وبرضه لأ، حاول يوديها قصر تاني وعمل لها مزرعة وبرضه مش قادرة تسامحه. سيو عن كتير برضه في حياته وهو صغير، وده أثر عليه لما كبر. كان متكبر ومغرور، ولكن ده بسبب اللي شافه، وكان عايز الانتقام من عيلة إيفردين اللي هي عيلة أنستازيا. سيو طرد إيفان عشان خاطر أنستازيا. سيو قتل ماريا عشان حاولت تتخلص من أنستازيا. سيو حضر موت أنستازيا وعمره ما هينسى اللحظة دي، وعدت أيام وشهور وهو ما كان بيفارق قبر أنستازيا. سيو شعر أبيض وكبر في السن، ووصيته إن القبر بتاعه يكون بعيد عن أنستازيا عشان ما يضايقهاش تاني. سيو غمض عينيه وترك حياة يائسة وشاف وبيحسب انه بيحلم للزمن، وما كانش مصدق نفسه انه شايف أنستازيا، وقال معقولة دي أنستازيا لكن ملامحها صغيرة وانا شكلي صغير؟ هل ده الماضي؟ مستحيل، انا رجعت للزمن. وساعتها مسك ايديها وقال يحدث فقط عندما نعطي أنفسنا بالكامل. وبكده أخيرا يكون قصة أنستازيا انتهت، ولو في أي موسم تاني أكيد هقول لكم. وبكده يكون انتهت قصة أنستازيا والسيو، نهاية مؤلمة حقا، أبكتكم كتير ولكن دي النهاية فعلا. أنستازيا وسيو هيوحشونا. كنت أتمنى إن سيرجي يبقى عايش. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.